السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم احمد علاء واهلا بكم في فيديو النهارده في ثالث فيديو في سلسله تعليم المونتاج. هنتكلم عن الافكتس او المؤثرات، وكمان هنتكلم عن الادجستمنت لايرز. فطبعا لو انت مش مشترك في القناه لحد دلوقتي فاشترك ويلا بينا نبدا. طيب يا شباب، اول حاجه معانا وهو ازاي ان احنا نوصل لقائمه الافكتس. فانت هتروح لكلمه ويندو ورك سبيس وتدوس على افكتس عشان تفتح الورك سبيس اللي هو الخاص بالافكتس، تمام؟ وهتفتحها من الجنب ده، فهتلاقي عندك كل الافكتات دي. فاحنا مثلا عايزين نتكلم على حاجه انت بتحتاج تعملها في كل فيديو، هو ان انت مثلا تحرك اليمنت من مكان لمكان على الشاشه. فانت ممكن تجيب افكت الترانسفورم بالشكل ده ونسحبه ونحطه على اللاير بتاعنا. طيب في طريقه تانية ان انت تحط بيها الافكت ده، هو ان انت بدل ما تسحب انت تتاكد ان انت عامل سيلكت لللاير بتاعك، وبعد كده تدوس دبل كليك على الافكت، فهو كده هيضيف لك الافكت على اللاير بتاعك. واحنا اللاير بتاعنا هنا هو المربع الابيض ده. طيب دلوقتي احنا ازاي، يعني دلوقتي احنا ضفنا افكت، ازاي بقى نتحكم فيه؟ مبدئيا اول يعني عشان توصل للافكت وتتحكم فيه لازم تكون فاتح القائمه بتاعت افكت كنترولز، ومثلا لو انت مش فاتحها بالشكل ده ممكن تعمل سكرول بالماوس ويل هتلاقيها ظهرت عندك هنا. لو ما لقيتش حاجه يعني مفتوحه في الافكت كنترولز دوس دبل كليك على اللاير بتاعك، هتلاقي بقى هنا الافكت وهتلاقي كل البروبرتيز دي تقدر ان انت تعدل فيها. يعني مثلا حاجه زي البوزيشن بالشكل ده كده، تبدا انك تغير في الفاليوز لحد ما توصل لحاجه مناسبه بالنسبه لك. حاجه زي السكيل، وليكن مثلا حاجه زي الروتيشن بالشكل ده احنا بنعمله روتيشن، حاجه زي الاوباسيتي برضه، تمام؟ فبكده انت هنا قدرت انك تغير في القيم بتاعت البروبرتيز دي. فده بكل بساطه موضوع الافكتس. فانت هنا اي افكت انت بتحطه هيظهر لك البروبرتيز بتاعته في الافكت كنترولز وتقدر ان انت تبدا تغير فيها، تمام؟ طيب ده كده في حاله لو احنا عايزين نحط افكت على لاير واحد. طيب يا شباب، يعني كده بكل بساطه الافكت اللي انت هتحطه على اللاير بتاعك هتعمل سيلكت عليه وهتبدا انك تعدل فيه من الافكت كنترولز، تمام؟ طيب نفترض دلوقتي ان احنا عندنا وليكن مثلا الايديت ده، تمام؟ وعايزين نبدا ان احنا نحط افكت عليه. بس تعالوا نتفرج على الايديت الاول وبعد كده هشرح لكم الافكتس اللي احنا هنستخدمها. تمام، وبكده زي ما انتم شفتوا هو الايديت بس عليه الكاستم ترانزيشنز اللي احنا اتعلمنا ازاي نعملها في الفيديو اللي فات. فاحنا دلوقتي حاجه انتوا اكيد لاحظتوها وهي ان الالوان بتاعت الايديت مش متناسقه مع بعضها، فاحنا عايزين نظبط الالوان. فممكن اول فكره تيجي لحد فيكم هو ان احنا نخلي الالوان كلها موحده بان احنا نخليها ابيض واسود، تمام؟ لان ده هيخلي الالوان كلها يعني يعتبر شبه بعض. فاحنا عشان نخليها ابيض واسود، طب هنعمل كده ازاي؟ هتعمل سيلكت على اول لاير وتروح عند كلمه افكتس وتكتب لومتري كولر بالشكل ده. هتجيب افكت اللومتري كولر وتسحبه وتحطه على الفيديو بتاعك، وزي ما اتفقنا ان انت ممكن تدوس دبل كليك بالشكل ده. طيب هتروح عند افكت اللومتري كولر وتنزل عند قائمه البيزك كوركشنز، هتنزل تحت عند كلمه ساتوريشن او تشبع الالوان هتخليها صفر. فبالشكل ده انت خليت الساتوريشن صفر، فبكده انت طبقت افكت على الفيديو ده ان انت خليت الالوان بتاعته ابيض واسود. طيب دلوقتي احنا عايزين نضيف الافكت ده لبقيه اللايرز اللي عندنا. احنا عندنا 3 فيديوهات هنا. طيب هنعمل كده ازاي؟ هتروح عند الافكت بتاعك وتدوس رايت كليك كوبي او ممكن تدوس كنترول سي، تمام؟ وبعد كده هتدوس عند الفيديوز بتاعتك وتدوس كنترول في. طيب مثلا انت عايز طريقه اسرع ممكن تعمل سيلكت على الاثنين وتدوس كنترول في برضه هيضيف لك الافكت على الاثنين، تمام؟ فبكده انت ضفت افكت اللي هو ان انت تخلي الفيديوز بلاك اند وايت على كل الفيديوهات بتاعتك. طيب هنا بقى في مشكله، وليكن مثلا احنا هنا يعني يعتبر عندنا 3 فيديوهات بس. طب لو انت مثلا عندك 100 فيديو في التايم لاين او عندك اكتر من 3 فيديوهات وانت مش عايز تعملها بطريقه يدويه عشان الموضوع ده ممكن ياخد منك وقت ومجهود، فانت دلوقتي عايز تطبق عليهم كلهم نفس الافكت باستخدام حاجه واحده. طيب هنعمل كده ازاي؟ باستخدام حاجه اسمها الادجستمنت لايرز، تمام؟ طيب بكل بساطه الادجستمنت لايرز هي مجرد لايرات فاضيه انت بتحط عليها الافكتات اللي انت عايزها، تمام؟ طيب هنوصل للادجستمنت لايرز ازاي؟ انت عندك طريقتين. اول طريقه هو ان انت تدوس رايت كليك في الميديا براوزر نيو ايتم ادجستمنت لاير، تمام؟ الطريقه الثانيه هو ان انت تدوس على العلامه اللي تحت دي اللي هي علامه نيو ايتم برضو وتختار ادجستمنت لاير من هنا. بعد كده هنا بيجيب لك البروبرتيز بتاعته اللي هو العرض والطول الفريم ريت والاسبكت ريشيو، هتدوس اوكي، تمام؟ طيب دلوقتي نفترض ان احنا عايزين نسمي الادجستمنت لاير ده حاجه معينه، وليكن مثلا عايزين نسميه وليكن افكتس. فانت هتعمل كده ازاي؟ هتدوس عليه دبل كليك عند الاسم
تعمل سيلكت وبعد كده تسميه افكتس بالشكل ده كده. تمام. طيب زي ما اتفقنا ان الادجستمنت لاير ده لاير فاضي احنا بنحط عليه اللايرات، بنحط عليه الافكتس بتاعتنا، فاحنا هنسحبه فوق اللايرات كده بالشكل ده. تمام. فبكده انت حطيته فوق كل الفيديوهات اللي عندك. طيب نفترض دلوقتي ان احنا عايزين نحط افكت تاني، وليكن مثلا افكت الكروب بالشكل ده كده. هتجيب افكت الكروب وتحطه على الادجستمنت لاير، ما تحطوش على الفيديوهات، لا انت هتحطه على الادجستمنت لاير عشان تعمله مره واحده وتلاقيه يطبق معاك على كل الفيديوهات. هتحط مثلا في البوتوم 12 وفي التوب 12 بالشكل ده. طيب احنا كده اهو اتطبق معانا على اول فيديو وتاني فيديو وتالت فيديو. طب في حاله بقى لو انت حطيته على الفيديو الاولاني، يعني تعالوا نشوف كده بالشكل ده اهو. هو هنا اتحط معاك على اول فيديو، لكن الفيديو الثاني والثالث ما اتحطش عليهم حاجه. فدي فايده بقى انك تستخدم الادجستمنت لايرز، لان زي ما اتفقنا هتوفر عليك يعني شغل ومجهود كبير. فنعمل انيبل لللاير تاني، فبالشكل ده انت كده حطيت الافكت على كل اللايرز اللي عندك. طيب يا شباب انا عندي سؤال ليكم دلوقتي، هل الافكتس اللي انا استخدمتها في الفيديو ده هي كل الافكتس اللي موجوده في البريمير؟ لا طبعا، لان احنا عندنا افكتس في البريمير كتيره جدا وليها كذا استخدام، وانا هوريكم دلوقتي افكت برضه احنا ممكن نطبقه سوا. مثلا دلوقتي احنا عندنا في الشوت ده الكاميرا بتتحرك، تمام؟ فاحنا ممكن نعمل ايه؟ ممكن نجيب مثلا افكت البلور ونعمل له كي فريم في اول الفيديو على اساس ان الكاميرا لما كانت بتتحرك هي مهزوزه فهتطلع الشوت بلوري، تمام؟ وعلى مرور الفيديو نبدا ان احنا نشيل البلور. فاحنا هنعمل كده ازاي؟ هتكتب بلور في قائمه الافكتس وتجيب الجاوسيان بلور وتحطها على الفيديو، تمام؟ ونروح عند اول الفيديو ننزل تحت زي ما اتفقنا ان اي افكتس هيظهر لك في الافكت كنترولز، تمام؟ ودي البروبرتيز بتاعتنا. فاحنا هنروح عند اول الفيديو زي ما احنا دلوقتي وندوس على علامه التوجل انيميشن ونخلي البليرنس ب 50 ونطلع قدامه ليكن شويه من الوقت كده، وبعد كده ندوس على السهم ده اللي هو السهم بتاع ريسيت بارامتر، وممكن برضو ان انت تكتب صفر هنا مفيش مشكله، تمام؟ فبالشكل ده احنا ضفنا كي فريمز للإيديت بتاعنا. فتعالوا نشوف دلوقتي هو شكله عامل ازاي. تمام. هو الافكت اللي احنا ضفناه سريع شويه، فاحنا ممكن نعمل ايه؟ نبعد المسافه ما بين الاثنين كي فريمز دول شويه كده لحد ما ايه، ما الافكت يبان معانا. تمام. زي ما انتم شفتوا كده الشوت بدات انها بلوري لحد ما قربت، يعني لحد ما الكاميرا بطلت تتحرك شويه وبعد كده البلور بدا يروح، تمام؟ مع انتهاء الكي فريمز بتاعتنا يعني. تمام. طيب نفس الكلام اللي انا قلته ده هتطبقه على اي افكت موجود عندك في البريمير. هو الكونسبت واحد، وهو ان انت بتحط الافكت على الفيديو في التايم لاين وبتبدا ان انت تتحكم فيه في الافكت كنترولز، واللي انت عدلته بيظهر لك جوه البريفيو ويندو. فهو الكونسبت ثابت او الاستخدام ثابت لنفس الكونسبت، تمام؟ فبس كده تعالوا بقى نشوف الاديت بتاعنا دلوقتي عامل ازاي. طيب يا شباب وبكده بعد ما شفنا الفاينل اديت يكون الفيديو بتاعنا خلص. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويا رب تكونوا استفدتم. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتقولوا لي ارائكم في الكومنتس وتسيبوا لي لايك على الفيديو وتشيروه في كل مكان. والسلام عليكم.